شكون اللي يقدر يهبط لك دمعتك؟ الام وبناتك؟ الام وبناتي. نقطة الضعف ديالي هما بناتي، هما ضوء عينيا، لأنه داك التكرفيس اللي تكرفست في الحياة ما بغيتهمش يتكرفسوا في الحياة بحالي. دوك تنحاول ما أمكن نوفر لهم داك الشيء اللي أنا ما كانش موفر لي. أنت أب جيد الحمد لله. زعما أقوى لحظات شهرزاد عكرور مع طاليس ضحك وكلام صريح خلى الناس كاملين كيهضروا عليه. خليك معنا حتى الاخر. عندي تصوير تيكونوا معايا، ولو نمشي الطريق تيمشيو معايا يوميا، معايا في البيرو يوميا، معايا في خدمتي. تنفرح حيت تيكونوا حدايا وتيعيشوا داكشي اللي كنت انا باغي نعيش. دونك تنقول بانه تنحاول نزرع فيهم مثلا مثال بسيط غير شكرا، كلمة شكرا، اعتراف، الله يرحم الوالدين، عافاك مد ليا هادي، عافاك دير ليا هادي، عمي. واحد الاحترام اللي ما بقاش، ولات واحد الصارة وواحد البسالة ما بغيتهاش تكون يعني ما بغيت بناتي يكونوا باسلات. كاين البسالة دابا بزاف. شنو اللي تنفتقدوا؟ والمشكله هو مني القيم اللي كبرنا فيهم ما بقاوش، ما كاينينش، التربيه ما بقاتش. يعني الانسان تيولد وتيطلق وتيقول لك من بعد المدرسه كتربي ولا الزنقه كتربي، الوغ العكس، التربيه كانت في الدار. حنا كلينا العصا ولكن تربينا، كنحتارموا الناس اللي كبروا منا، كنحتارموا الجيران، كنحتارموا الناس. دابا دريس غير كتهضر معاه يندمك يطليك وما عندكش الحق تهضر معاه، لان الام ديالو كتجي وانا واش بغيتي وكيفاش وولدي واللعيبات. دوك كتولي انت اللي غلط، الوغ كل غلط مثلا في هذاك الولد اللي خاصو يسمع الهضره من الصغر باش يولي يتعلم الاحترام ديال المراه، الاحترام ديال الجيران. شكون المسؤول على هاد؟ انا تنقول العائله، التربيه، تنقول العائله، لانه حنا مغاربه وكبرنا بالعصا، وكبرنا مع خالي كنا تنخافوا منه، وكبرنا مع جدي. انت مع العصا في الصغر؟ وي كتربي، ما نكذبش عليك. خلينا من الحوار والنقاش، كاين شي حوايج كلينا فيهم العصا وتعلمناهم بالعصا، ما كاينش شي أزم نفسيا. لا دابا هادي هضره جديده، هادشي ولا جديد علينا هادشي. دابا ملي كتهضر على هادشي كتولي انت كتبان لا وما يمكنش. ما نكذبش عليك، انا تنهضر على التربيه ديالي، مش عاوتاني العصا المبالغ فيها، ولكن كاين واحد التحمير بعض الخطرات غير خالك ملي تيحمر فيك. تقول لي الراجل والمراه علاش دابا ما كينجحوش؟ كنشوفوا بزاف ديال حالات الطلاق، كنشوفوا مشاكل مع النساء مع الرجال. دابا علاش ما كاين شنو المشكل بين الراجل والمراه في المغرب؟ ما كاينش الصبر، ما كاينش نهائيا الصبر. كل واحد ما كاينش الصبر وما كاينش تنازلات. ماشي المشكل الراجل، لا 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 لا، ما نقول لا الراجل لا المراه، بجوج، حيت هما قضيه فيها الراجل وفيها المراه، هما بجوجهم. هذا مشروع ديال جوج الناس ماشي ديال واحد بوحدو. ولكن ما بقاش الصبر، ما كاينش تنازلات. كل واحد تيبغي يدير داكشي اللي قال ليه راسو، كل واحد تيبغي هو اللي يتحكم في العلاقه، كل واحد تيبغي هضرته هو اللي تكون حاضره، هو اللي يمشي الكوبل. مني ما كتبقاش هاد القضيه ديال نسمعوا لبعضياتنا ونجلسوا وما بقاش التواصل. كاين مشكل التواصل بينكم. صحاب الحطب موجودين، ما كاينش اللي يدخل بخيط ابيض ولا كيكالمي الاجواء ولا كيبرد ولا لا ديري ليه فعلي ليه. الراجل تا هو دير ليه، علاش ما ديرش؟ هذه ما تواصل. ما حدنا في الحياه ما حدنا كنتعلموا، كنبقاو ديما في الدرجه الاولى. لا حيت الا وصلتي لديك الدرجه الاخرى، مثلا عزلت لك اللون الاحمر اللي هو الدرجه الاخرى، سوف دير هذا بحال قلتي الغرور وصافي، وسخن عليك راسك ووليتي واعر، وما غنبقاش ندير مجهود باش نزيد نجتهد ونعطي احسن ما عندي. كاين الصفات ديال هذه الشخصيه؟ كاينين ياك الوعي والتحليل. هذه الشخصيه الكونفورم الصفات ديالها هو الوعي والتحليل. هذا الزرق الدرجه، هادشي كله كاين في الدرجه الاولى. سبحان الله. اصحابها كيفكروا بشكل تحليلي ومنهجي. انت في هذه القاعده هذه كان زعما كنحلل الحاجه بزاف، كان اول حاجه بزاف، كتجيبهاش في راسك بزاف. يعني ما تقدريش تخيلي درجه التفكير اللي كنفكر، التفكير الزائد اللي عندي حتى كنجيبها في صحتي وفي دماغي وفي عقلي. وما تنظن ماشي غير انا، مي بزاف الناس دابا عندهم واحد التفكير زائد، كتنعس كتحط راسك على المخده وكتبقى تفكر في نهارك. فبعدا ما يمكنش الناس. داك كثر التفكير اش كدير؟ كيفاش شنو كدير؟ كتمرض. ما يمكنلكش تنعس نهائيا الا ما درتي شنو؟ الا ما عاودتش نهاري. عرفت شنو هما زعما ماشي حيت معاك في البرنامج ولا تنكذب ولا كنزوق، مي حقا وفعلا
كنعاود نهاري كامل قبل ما نعس، بحال كنتفرج فيه باش نشوف شنو هما الحوايج اللي درت خايبين، شنو هما الحوايج اللي درت زوينين، واش كنت مزيان في هادي، ما كنتش مزيان في هادي، واش خاصني نصحح هادي، واش ماشي خاصني نصحح هادي. تيأنبني ضميري بزاف، كنفكر في المستقبل بزاف، كنبغي نعرف. كيخلعك المستقبل؟ لا ماشي كيخلعني، مي كنفكر فيه بزاف، باش تنفكر فيه باش ما يخلعنيش، باش نوجد ليه في حالتي لا حيان الله، فهمتيني، حتى واحد ما ضامن عمره، ولكن كيبغي بنادم يكون موجود. هاد الشخصية كتركز على التفاصيل وكتشوف اللي ما كيشوفوهش الناس. تركيز على التفاصيل متعب نفسيا، كيمرض مرهق لواحد الدرجه خياليه. والدليل على هذا كاع اللي تيكون سبحان الله تيفكر بزاف وكتلقاه ضعيف، فيه سين تياكل كل شيء وما تتزاد فيه غرام، لانه تيفكر ضعيف في الوزن شكلا، فهمتيني. لا بيان سور شكلا، لانه تيفكر بزاف، تيعطي نقدر نقول لك تيعطي الامور اكثر من الحجم ديالها بعض الخطرات، وهذا الشيء كيرجع عليك وكيعوم على الصحه ديالك وداك الشيء. دونك واخا الله يصاوبو صافي. غياب الام في حياه طاليس خلق عندك عقده نفسيه؟ ماشي لدرجه عقده، ولكن كاين واحد النقص، كاين واحد بحال قلتي ما خديتش من الام ديالي الحنان الكافي باش نواجه الحياه. انه تنظن بانه الشخصيه ديال اي واحد كتربى وكتكون مع والديه، وسيرتو علاقته بالام، لان الام هي اللي حاضره في حياتك بزاف. دونك هذاك الحضور اللي ما كانتش حاضره بزاف خلى عندي واحد النقص اللي بكيت عليه بزاف. بكيت عليه لانه حسيت بالغياب ديالها في واحد اللحظات اللي كنت كنقول محتاج لها. اقسم لك بالله الا كنت كنعس في بلاصتي في سباتها وكنبكي وكنقول علاش ما معاياش امي دابا. في بعض اللحظات كنقول بغيت الام ديالي تكون معايا، لانه كنت غنتعامل مع الامور بشكل اخر. دونك هذاك الغياب ديالها كان شويه قاسني في شي حوايج، قاسني في الشخصيه ديالي في شي حوايج. عاتبتي الحياه، عاتبتي القدر بزاف، ظلماتك الحياه بزاف لواحد الدرجه. ما تنقول انا زعما ماشي قاسي على الحياه، حيت ما عشت مع الام ديالي ولا زعما تفارقت معها وانا مازال صغير، مي كنت كنفضل نكون معاها لانه كانت تسهل عليا بزاف الحوايج. داكشي علاش كنقول الحياه شويه كانت قاصحه معايا، لانه بكيت بزاف في الصغر ديالي، زعما بكيت حتى ما بقاوش عندي الدموع ولا غبره، فهمتيني. ما بقيتيش تقدر تبكي. نشفت فاش نبكيو بزاف تتسالاو الدموع. وفاش كتبكي بزاف في الصغر وبزاف المشاكل، واحد الوقيته كتولي قاصح، يعني واخا يطراو لك بعض اللحظات اللي خاص الدموع يهبطوا ما كيهبطوش، لانه بكيتي بما فيه الكفايه، لانه الحياه علمتك بزاف د الحوايج، لانه خديتي دروس من الحياه اللي خلاتك تكون قاصح وحتى شي حاجه ما تاثر فيك. واخا هاد القصوحيه اللي قصحاتك الحياه كتدفع ثمن